ياه، أعظم مشهد ممكن تشوفه في حياتك وهو إن ابن يغلط غلطة فما يسيبش حل الأم وتنجيه بيه غير إنها تضحي بنفسها قدام عينيه. شايفين بصة الأم لابنها لما لقيته نزل المية والتماسيح جاية تجري عليه علشان تاكله؟ شايفين بصتها ليه وأهم حاجة بالنسبة لها إنها تطمن عليه إنه يوصل للبر، وما فرقش معاها ولا بصت ناحية التماسيح وهي بتاكلها بدل ابنها. لكن كل اللي فرق معاها إنها تموت وهي مطمنة على ابنها إنه بخير. فحقا إنها الأم يا سادة، اللي لو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي حد أرحم بيك منها ولا أحن عليك منها. ومهما عملت أو غلطت فهي الوحيدة بس اللي ممكن تضحي من أجلك وترمي نفسها في المهالك علشانك. ما هو ما كانش من فراغ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فسبحان من علم تلك الحيوانات هذه الرحمة بأبنائها الصغار. لكن حقا لأنه الله، كن جميلا.